يوم القيامة من أسمائه يوم التناد. قال الله عز وجل: وقال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يوم القيامة نداءات، ولكن هناك نداء جميل ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا شباب فلا تهرموا أبدا ما في ضعف، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. البؤس هو سوء الحال، لا يصيبهم فيها أي بؤس في الجنة. هذه هي الله جل وعلا يعطيهم كيف سوف تكون حياتهم في الجنة. كانت حياتهم في الدنيا عكس ذلك، لكن حياتهم في الجنة يخبرهم الله جل وعلا. هذا قبل دخولهم الجنة يعطيهم هذه البشارة العظيمة، فنفوسهم تطمئن وتفرح وتستبشر قبل أن يتنعموا بنعيم أهل الجنة. والمؤمن منذ أن كان في هذه الحياة الدنيا وهو في بشارات من الله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، إما بالرؤيا الصالحة أو بمحبة المؤمنين. كذلك بشرى عند وفاته وعند موته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. كذلك يبشر يوم القيامة قبل دخول الجنة بهذه النداءات، ويبشرهم الله جل وعلا بالجنة ورضوان من الله أكبر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.